السلام عليكم. ما ينفعش تكون عايز تشتري ساعة ذكية وما تحطش الساعة دي في أوائل اختياراتك. حرفيا بحر إمكانيات فيها عيب بسيط هنتكلم عنه على مدار الفيديو. الساعة دي من شركة اسمها وي أوفلي أو وي أوفلاي. ده شكل الكرتونة بتاعتها، اسمها بايونير. الشركة دي من الشركات العملاقة في المجال ده في الصين طبعا. الشركة دي يا جماعة هي اللي بتصنع كل حاجة، بتصنع الساعة وخامات التصنيع، وبتصنع كمان الشيبس بتاعتها، وكمان بتصنع او بتبرمج السوفت وير بتاعها، يعني دون تدخل من اي شركة تانية او من اي حد تاني. فعلشان كده الساعة مخدومة بشكل كبير جدا، وانا معجب بيها بصراحة واحييهم لان هم بعتوها لي من فترة كده. احييهم على اختيارهم يعني. فخلينا نتكلم عن الوي اوفلاي بايونير الجديدة وميزاتها عيوبها. ما تنساش تشترك في القناه لو عجبك المحتوى وتعمل لايك للفيديو ده عشان ده هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا ننشر المحتوى بتاعنا. ويلا بينا. براند وي اوفلاي من البراندات المشهوره جدا في المنتجات الاقتصاديه، المنتجات الالكترونيه الفئه الاقتصاديه. الساعه اللي معانا النهارده اسمها بايونير، وانا لما بشوف هنا ان السيستم نفسه من وي اوفلاي هي اللي عامله السيستم، يعني لهم ابلكيشن، تعرف ان المنتج ده منتج ذات جوده عاليه. وتعالوا نفتح مع بعض بقى ونشوف ايه اللي جوه الباكنج كده. اول ما بنفتح بنلاقي يوزر مانوال، لا 2 يوزر مانوال. طبعا الساعه دي كانت مفتوحه في الجمرك لان هي مبعوثه من الصين. 2 يوزر مانوال، واول مره اشوف يوزر مانوال جاي للابلكيشن ويوزر مانوال جاي لاعدادات الساعه، وبيدعم اللغه العربيه طبعا بشكل كامل عكس الشركات التانيه. وده شكل الساعه الجامد قوي 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 اللي هنتعرف على امكانياتها دلوقتي. تعالوا بس نطلعها كده مع بعض ونشوف الاول جاي معاها ايه. جاي معاها طبعا شاحن 2 بن، ودي حاجه محترمه جدا. شاحن 2 بن يا جماعه. الساعه دي بتشحن اقل من 2 امبير، نخلي بالنا من حاجه زي كده. طلع بقى الساعه يا جماعه. طبعا تغليف تحفه، تغليف الساعه حلو قوي، محافظين عليها بصراحه وحاطين لك كل حاجه تخلي الساعه اصلا ما تتحركش من مكانها. والساعه هنا يا جماعه جايه بهذا الشكل الرائع، مفيش حاجه غير سكرول على اليمين وسبيكر على الناحيه الشمال وستيك رابر، طبعا ستراب رابر. الساعه خاماتها يعني حلوه جدا وخفيفه. الساعه خفيفه قوي، فكرتني كده بالحاجات اللي هي الجاي روم. تعالوا نفتح مع بعض كده. طبعا هو السكرول اللي بيفتح مفيش غيره. وفتحه الساعه هنا انا متاكد ان هي هتبقى واو جدا. شايف جوده الشاشه؟ الساعه يا جماعه جايه بخامات محترمه جدا، مصنوعه من مزيج كده من الزنك والبلاستيك، وده بيخليها وزنها خفيف قوي. يا جماعه وزن الساعه دي بالاستراب الرابر ده 56 جرام، حرفيا فراشه طايره، مش هتحس ان انت لابس ساعه في ايدك خالص. الساعه جايه بمعيار مقاومه الميه اي بي 68، وده بيخليها مناسبه جدا للاعمال الخفيفه زي غسل الايدين لو انت في الجيم، او لو انت حتى ماشي في الشتاء، او حتى السباحه يا جماعه. لكن الساعه دي مش معموله للغوص. شاشه جايه من نوع اميلود بمعدل تحديث 60 هرتز بدقه 466 في 466، وده بيخلي الشاشه دي يا جماعه مثاليه في الاداء، مثاليه. تشبع الوان وجوده لون زي ما انت شايف كده واضحه جدا تحت الضوء او اشعه الشمس، لان ده اقل سطوع فيها. يعني انا لو سحبت من فوق كده هتلاقي ده اقل سطوع كده. طبعا بنعلي السطوع. الشاشه كمان جايه بوضع الشاشه الدائم اللي هو الاي او دي، الاولوز اون ديسبلاي. بتقدر تختار من بين 3 اوضاع الاولوز اون ديسبلاي، في الشكل اللي انت شايفه ده، في كمان الشكل الجامد ده، في كمان شكل العقارب مش هننساه. ولكن الشكل ده جميل جدا وانا بصراحه بحب استخدمه، وهو الشكل الجامد اللي انت شايفه ده. وتقدر تخصصه بقى يشتغل ساعه، يشتغل ساعتين، يبقى دائم على الشاشه زي ما انت شايف. عندك بقى ميزه جامده جدا في الشاشه، يعني الشاشه لو قفلت معاك كده وانت مفعل وضع ان هي تغير خلفيات، لو الشاشه قفلت معانا كده وجينا نفتحها تاني بتغير معاك الخلفيه. الخلفيه نفسها ده وضع بتختاره من جوه الساعه ان هي تغير معاك الخلفيه. يعني لو قفلت كده وعملنا كده وجينا نشغلها تاني بتغير الخلفيه معاك. فدي ميزه ما شفتهاش في اي ساعه قبل كده. الساعه طبعا يا جماعه جايه بمعالج ثنائي النواه بوحده معالجه مركزيه بتوصل معاك في الاستخدام العالي ل 159 ميجا هرتز، وفي الاستخدام المنخفض بتوصل معاك او بتنزل معاك ل 128 ميجا هرتز. والكلام ده معناه يا جماعه ان هي بتوفر في البطاريه جدا، وبيبقى الاداء بتاعها معاك سلس، لان طالما في معالج يبقى في اداء. الساعه جايه بمستشعر للصحه من نوع بي دي 2، وده بيخليها تقيس لك ضربات القلب، وتقيس لك كمان الاكسجين في الدم، وضع النوم، ضغط الدم. وبتديك كمان هنا المراقبه على الابلكيشن بتاعها. عندك مراقبه معدل نبضات القلب، مراقبه الاكسجين في الدم، مراقبه ضغط الدم، تذكير الخمول، مراقبه الاجهاد، مراقبه الحاله المزاجيه. زي ما انت شايف دي كلها حاجات مسؤوله عن الصحه وشغاله طبعا بشكل فعال وكويس. ولكن هي مش للاستخدام الطبي يا جماعه، للاشاره فقط. وعندك كمان من ضمن الحاجات الموجوده صحه المراه،
الحاجات الخاصه بالمراه، وعندك كمان مراقبه النوم، تراقبك وانت نايم، مراحل النوم بتاعتك، نمت قد ايه، مش عارف بتقيسها ازاي، بس انت تقدر تستخدم الوضع ده وانت نايم. عندك كمان نظام اشعارات قوي جدا بيجيب لك كل اشعارات الابليكيشنز الموجوده على الموبايل، وبتدعم اللغه العربي بشكل واضح وصريح. تعال نشوف كده حجم الاشعار. طبعا اللغه العربي في الساعه مفيش كلام، احنا شايفينها من بدري واحنا شغالين عليها. نسحب كده من الشمال ونبص على اشعارات الواتساب دي، نشوف الاشعار ده مثلا جاي لنا باللغه العربيه. بص جمال الخط العربي وجمال الاشعار، باين وواضح. اي نعم هو بيجي عدد كلمات معين، ولكن الاشعار واضح جدا. اللغه العربي واضحه، جايه من الواتساب من اسم كذا الساعه 10 و7 مساء. كل حاجه واضحه يا جماعه في الاشعار، وبتجيب لك كل الاشعارات حتى اشعار الماسنجر. الساعه يا جماعه فيها سيستم مكالمات كامل. لو دخلنا على اتصال دي هتلاقي عندك اول حاجه جهات الاتصال، هنا اكتر من 100 اسم تقدر تضيفهم من خلال الابلكيشن. دول اللي بتقدر ترن من خلال الساعه عليهم. لكن الساعه اي حد بيرن عليك طول ما هو متسجل عندك على الموبايل بيظهر اسمه بشكل واضح جدا، مفيش اي مشكله. بعد كده يا جماعه عندك سجل المكالمات، اخر المكالمات اللي جايه لك بيجي لك الاسم، مش رقم زي الساعات التانية، الاسم بالتاريخ كمان بالوقت بتاع المكالمه. عندنا بقى لوحه الاتصال بشكل واضح جدا، تقدر ترن على اي حد انت عايزه. بعد كده عندنا الاستغاثه، تقدر تحط رقم لمكالمات الطوارئ. وتعالوا نجرب الصوت ونعمل مكالمه في الساعه دي، وهيجي لنا مكالمه. انا مش عايز ارن، انا خلي المكالمه تجيلي علشان خاطر نشوف الرنه بتاعه الساعه. زي ما احنا سامعين يا جماعه، ده صوت الجرس بتاع الساعه، الصوت ده طالع من الساعه. على فكره تقدر ترد برساله، تعمل رد تلقائي برساله، يعني من هنا كده في علامه رساله هنا اهي، تمام. دي كده لو سحبتها يعني مثلا هكلمك في وقت لاحق، وزي ما انت شايف كده الاسم بيجي واضح بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تعالوا بقى نرد كده ونسمع الصوت مع بعض. الو الو. يا عمر، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. سامعني كويس؟ سامعك كويس. الصوت عندك واضح. الصوت كويس. ماشي يا حبيبي، انا بجرب ساعه بس، تعبك معايا انا كده. لا لا لا. حبيبي يا عمر، ما نحرمش منك. يلا يا حبيبي، سلام سلام. طبعا يا جماعه انا بجرب قدامكم علشان تسمعوا الصوت، ولكن انا مجرب الصوت كذا مره. المايك بتاعها حتى لما اديتها لحد وخليته يكلمني، المايك بتاعها مسموع بشكل حلو جدا، ما حسيتش بفرق اصلا ان هو بيتكلم من الموبايل او بيتكلم من الساعه. فبصراحه سيستم المكالمات في الساعه دي كويس جدا. تعالى اكلمك بقى عن حاجه مهمه، وهي البطاريه. بطاريه 285 ملي امبير، وده رقم يعني انا من العيوب اللي كانت بالنسبه لي، لكن الساعه حجمها صغير طبعا، ان البطاريه بالرقم ده. ليه مش 350 ملي امبير؟ ليه مش 480 ملي امبير؟ ولكن مع الشبايه او المعالج اللي جوه الساعه دي، لقيت الساعه دي بتقعد معاك في الاستخدام البسيط من 3 ل 4 ايام، وده رقم مش وحش ومش واو، مش واو. لكن مع الساعه دي مع شاشه اموليد، احنا بنصور الفيديو ده بقالنا 4 ساعات او 5 ساعات، وكل شويه نجرب وبتاع التصوير بس، يعني الفقره بتاعت التصوير بس. البطاريه نزلت معانا من 82 ل 75، فده رقم حلو. البطاريه مش وحشه، يعني مش وحشه اللي هي قوي يعني يوم وكده، لا لا لا، بطاريه ممتازه، وده رقم والله حلو على سعر الساعه. اللي بالمناسبه الساعه دي مش موجوده في السوق المصري، ولكن موجوده على موقع وي اوف لاي. انا هسيب لك اللينك بتاعهم تحت في التعليقات، لو انت في اي دوله تقدر تطلبها. عندهم برضو شحن مجانا، وعندهم خصومات يدوك 10% خصم. الساعه دي سعرها على الموقع 59 دولار. طبعا على ما توصل لك في جمارك وفي شحن وكده، لكن هي سعرها الاساسي على الموقع 59 دولار. سيب لك برضو لينك الموقع تحت في وصف الفيديو، تبص على المنتجات بتاعتهم. عندهم منتجات حلوه قوي، وعندهم ساعات اعلى من دي كمان بكتير. والساعه بتدعم اصدار البلوتوث 5.3، وده بيخلي الربط بينها وبين الموبايل كده بيتم بسرعه وفي سلاسه، بيربط بنقطه اتصال واحده مش بنقطتين زي مثلا هاينو تيكو. ده مخلي الساعه اصلا كمان اول ما تقرب الساعه كده من الموبايل، لو بعدت وقربتها يعني بتربط معاك بشكل سريع جدا. واداء المكالمات مستقر بسبب برضو ان اصدار البلوتوث حديث. هقول لك رايي في الساعه، لكن قبل ما اقول لك رايي تعال نكمل ونشرح قوائم الساعه. زي ما قلت لك في اول الفيديو، وي اوف لاي ده برنامج خاص بالشركه نفسها اللي صنع الساعه. وده لو دل يا جماعه زي ما قلت لك ان هو يدل ان الشركه دي شركه فعلا ليها سيستم وبتعمل سوفت وير لمنتجاتها. وعلى فكره شركه وي اوف لاي دي يا جماعه بتعمل منتجات في التكنولوجيا غريبه وجامده جدا. اول ما بنفتح الابلكيشن طبعا عندنا الساعه رابطه، البطاريه 76%. بص يا جماعه هنا كل حاجه بالعربي، مفيش مشكله خالص هتعاني معاها في البرنامج. والاهم من ده كله، انت عندك متجر للواجهات بتاعت الساعه، تقدر تضيف او تغير من بين 100 خلفيه، وعندك اوضاع اولوز اون ديسبلاي كمان تقدر تغيرها. بصوا الخلفيات دي، وتقدر كمان من واجهه ساعه ده انك تحط خلفيه من عندك على الموبايل
تبقى خلفيه للساعه نفسها. عندك السكرول هنا لما تلفه من فوق وتحت من بره ما بيعملش اي حاجه، لكن لما تدخل التطبيقات من جوه بيلف معاك، وليه صوت كده، صوت حلو جدا بصراحه. قوائم الساعه بقى لما بتسحب من فوق كده بيجيب لك الشورت كات منيو اللي فيها الحاجات الاساسيه زي المكالمات، زي انك تعلي الاضاءه، زي انك تعمل الساعه صامت. ولو خرجنا تاني كده وسحبنا من الجنب الشمال بيجيب لك النوتيفيكيشنز اللي هي الرسائل، وتقدر كمان لو قريت الرساله تمسحها من هنا او تعمل مسح الكل. ودي حاجات كلها يا جماعه في السوفت وير بتبين لك قد ايه السوفت وير محترم. ولو سحبنا من الجنب اليمين بيجيب لك طبعا القايمه، ولو سحبنا من تحت بيجيب لك شورت كات برضو لبعض الحاجات زي التحكم في الميوزك، تشبع الاكسجين في الدم، الضغط النفسي. فيها شويه حاجات يا جماعه حلوين قوي. اول ما بندوس على السكرول كده بندخل التطبيقات، فعندك سيستم الاتصال اللي شرحناه من شويه، عندك الانشطه اليوميه، التمارين. الساعه فيها تمارين رياضيه كتير جدا، كل التمارين اكتر من 100 تمرين، وتقدر تستخدمها كمان في الجيم بشكل اساسي كساعه رياضيه. وسجلات التمارين هنا بتعرفك بقى انت جريت قد ايه، مشيت قد ايه، حرقت كام كالوري، معدل ضربات القلب، وضع النوم، ضغط الدم، الاكسجين في الدم، الضغط النفسي. الموسيقى هنا تقدر تتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل. عندك المساعد الصوتي، عندك الطقس يا جماعه، هنا بتتاقلم على الطقس بتاع الموبايل، بس لازم طبعا تديها موافق. تمارين التنفس، الاشعارات، ساعه الايقاف، عندك منبه تقدر تظبطه، المؤقت، عندك آلة حاسبة كاملة مش ناقصة اي حاجة. التصوير عن بعد، تقدر تفتح الكاميرا هنا في الموبايل وتصور من خلال انك تدوس كده على الشاشة او على السكرول. عندك مصباح العثور على الهاتف، وزي ما احنا شايفين الاشعار اللي جه على الشاشة ده جه فجأة كده، ولكن دي ميزه برضو ان بتجيب لك الاشعارات على الشاشه كده اول ما بتيجي وتختفي بعد شويه. عندك العثور على الهاتف، صحه المراه، الاعدادات اللي حرفيا بتقدر تتحكم منها في كل حاجه، تغيير واجهه الساعه اللي بتغير منها الخلفيات، تختار اللغه، وضع الاي او دي اللي شرحناه من شويه، العرض والسطوع، تقدر تتحكم في وقت الشاشه تخليها لحد 60 ثانيه، الاضاءه، تبديل واجهات الساعه لوحدها، اضغط بخفه للاستيقاظ، الصوت والاهتزازات، صوت الهاتف، الصوت يطلع من الهاتف او يطلع من الساعه نفسها، دي برضو حاجه تقدر تتحكم فيها مفيش مشكله خالص. بعد كده عندك شكل القائمه، تقدر تعمل كلمه مرور، التاريخ والوقت، وقت عدم الازعاج. عندك الاستكشاف التلقائي للتمارين، يعني انت لو بتجري الساعه على طول هتقرا انك بتجري، رمز الاستجابه السريع بتاع الابلكيشن. عندك النظام، اعاده ضبط المصنع او ايقاف التشغيل. عندك معلومات عن الساعه عشان لو ليها ابديت نزل على البرنامج ولا حاجه. الفيديو طول معانا شويه، بس الساعه دي يا جماعه كانت تستاهل ان انا اتكلم على ادق التفاصيل اللي فيها، وبصراحه كده انا حاسس كمان اني ما اديتلهاش حقها. عايز اقول لك كمان ان الساعه مناسبه جدا للناس اللي بتحب الحاجات السيمبل والشيك في الايد. رايي في الساعه دي مش ناقصها حاجه. الساعه دي انا خلاص قررت ان انا البسها فتره، يعني شيك جدا لايقه على ايدي، فقررت ان انا اخدها البسها فتره. وفي نفس الوقت يا جماعه في المكالمات حلوه، القياسات الطبيه تكاد تكون يعتمد عليها، الساعه الشاشه بتاعتها ممتازه جدا، بطاريه كنت مصنفها من ضمن العيوب، ولكن بصراحه لما اشتغلت على الساعه وكنت كاتبها في اول حاجه لما لقيتها 285 ملي امبير كنت كاتبها من العيوب، لكن بصراحه لما اشتغلت على الساعه لقيت البطاريه اداها حلو جدا، انا مش شايف عيوب قهريه تخليني اطلع اقول لك ان ده عيب رسمي في الساعه. الشركه بصراحه مهتمين بكل حاجه، وانا عندي سؤال هنا، ليه المستوردين عندنا في مصر بالذات ليه ما بيستوردوش الحاجات دي؟ ما هي سعرها مناسب، يعني هي سعرها يعني زي مثلا شغل الكوسبت وزي شغل الكيسلكت، وانا شايفها احسن. يعني انا شايفها احسن، مش احسن من الكوسبت طبعا كخامات، ولكن كسوفت وير وكاداء وكامكانيات تتفوق على الكيسلكت بكتير. ليه بقى الحاجات دي مش بنشوفها يا مستوردين يا جمال؟ اشوفكم في فيديو جديد. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك المحتوى طبعا اشترك في القناه، وطبعا احنا عندنا يا جماعه جروب تليجرام هتلاقوه تحت في وصف الفيديو، بنعرض فيه المنتجات اللي احنا عملنا عليها ريفيوهات، يعني بيبقى حاجات اوبن بوكس كده كتير بنعرضها على جروب التليجرام، هتلاقوه تحت في وصف الفيديو. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه العزه والكرامه، ربنا ينصرهم. وما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه، بنتعب جدا والله في المحتوى، وتعملوا لايك للفيديو ده لان ده بيساعد اصلا على انتشار المحتوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.